السلام عليكم. اليوم جينا نحكيو على كلاسيكو الترجي ونجم الهلال الساحلي. الترجي الجديد التونسي يفوز هدف لصفر على نجم الساحلي. الترجي كان ممتاز، الترجي يستحق الانتصار بهدف ينصاص. النجم الساحلي ما جابش برشا فرص، الترجي جاب فرص، سجل هدف كي ينجم يسجل أكثر لولا تألق الحارس صبري بن حسن. النجم الساحلي أبرز فرصة ليه جاتو في الشوط الثاني، وتألق بشير بن سعيد اللي قاعد بمستواه ممتاز يتحسن مقابلة الفارتا. عمل ماتش ممتاز أمام مستقبل مرسى. المقابلة هذه يتصدى لكورة خطيرة برشا، كان ممكن تجي هدف التعادل، وقتها الترجي يخسر نقطتين هامين. تشكيلة الترجي: بشير بن سعيد كان ممتاز. محمد بن علي متوسط. نضال العيفي مقابلة باهية، عمل مقابلة محترمة على الآخر. نضال العيفي محمد أمين توقاي ومريح، زوز كانوا ممتازين. عملوا أخطاء نسبية وقتها في الشوط الأول والشوط الثاني، عملوا أخطاء. توقاي اللي خرج الشوط الأول يعني مكملش المقابلة، دخل في بلاصتو أوكبيلو. وقت أوكبيلو ريناه في الوسط، ورينا القنيش يرجع لأكسيال. توقاي ومريح الشوط الأول عملوا نسبيا بعض الأخطاء، كان ممكن ينجموا يتسببوا في أهداف، لأن النجم الساحلي ولكن تم مجمل المقالة ما عملوش أخطاء كبيرة، ولكن أخطاء صغيرة، يعني مش أخطاء كبيرة ياسر، ولكن قدموا مقابلة به. قنيشي كان ممتاز، قنيشي قاعد يتحسن. فما سمعت برشا انتقادات كبيرة للقنيشي، ولكن قنيشي قاعد يتحسن شيئا فشيئا. شهاب الجبالي كان ممتاز جدا، خاصة في الشوط الأول تحرك ياسر شهاب الجبالي، سدد تسديدة في الشوط الأول كان ممكن يجي فيها هدف الأول، لكن تألق صبري بن حسين. حسام تقاء حسام تقاء اللي يعرفوا جمهور الترجي يتحرك، يعني يأتي في الحلول. حسام تقاء بدي يرجع مستواه فشيئا. البليلي عاد تعرفوه صراحة، البليلي كان ممتاز. البليلي حاجة اللي باهي فيه اللي أقل، يعني كان منضبط البليلي اليوم، ما كانش الاحتياجات الكبيرة ما كانش البليلي اللي كان يعرف قبل. البليلي لاعب ممتاز، لاعب عندهم يقول في روحه صراحة، لاعب ممتاز جدا صراحة البليلي. ولكن ناقصته يعني الاحتياجات ياسر، اللي لازم ينقص منها، وممكن يولي من أفضل اللاعبين في إفريقيا. يانساس سجل هدف صحيح، ولكن ملناش يانساس برشا. كي دخل كسيل أبو علي حرك برشا هجوم الترجي صراحة. كسيل أبو علي يستحق بلاصة أساسية في الترجي. يانساس هذا كيف نجم كبير في الترجي، ولكن كسيل أبو علي قاعد يقدم مستوى باهي صراحة من جيل الترجي. دانو ما شفناش برشا دانو، ولكن يبقى لاعب ممتاز، لاعب ينجم في كل وقت يصنع الفارق. دخل في بلاصة أشرف الجبري دون نحسو فيه. الجبري تاع قبل يضغط على المدافعين يقلق. الجبري كي يلقى روحه مع دانو يلعب أساسي، الجبري يرتاح، يعني ما عادش يبدا ضغط كبير. كي باش ما الجبري قبل كي يحس روحه أساسي في الترجي ضغط كبير ياسر على الجبري، تقريبا فماش كومش يعاودو صراحة. بوعصيدة مش مهاجم في قيمة الترجي، دياكيتي مرة يلعب مرة ما يلعبش. ولكن قعد هو الجبري برك المهاجم الوحيد في الترجي وقت ضغط كبير عليه. كان الترجي كان كما قلتلك كان ممتاز. النجم الساحلي خلق بعض الفرص، أهم فرصة تألق بشير بن سعيد، وقتها فرصة رأسية كانت ممكن يأتي بها هدف التعادل. ولكن لقي بشير بن سعيد اللي قاعد يتحسن من مقابلة لمقابلة. في المجمل المباراة الترجي كان ممتاز. النجم الساحلي بدي يتحسن من مقابلة الفارتا من عين مدرب محمد علي نافخة. إن شاء الله النجم الساحلي يعني يرجع لمستواه، يرجع. خاطر النجم الساحلي فريق كبير، خاطر الكبار لازمهم يعني يكونوا
موجودين صراحة ينافسوا على البطولة. نلبس فريق كبير. الترجي انتصار يصبح المركز الثاني بعشرين نقطة خلف الملعب التونسي المتصدر 21 نقطة. المركز الثالث النادي الأفريقي ب19 نقطة. كانت هذا حديثنا على كلاسيكو اليوم. نلتقي في فيديو قادم. حديثنا اليوم على كلاسيكو ترجي ونجم الساحلي. ان شاء الله نعمل فيديو اخر نحكيه على البطولة بصفة عامة، الترتيب، الفرق، والمنتخب التونسي باش نحكيو عليه ايضا، لتو توقف الدولي للمنتخب التونسي. نحكيو على المنتخب التونسي، نحكيو على الفرق التونسية. وختاما نقولكم ما تنساوش الاشتراك واللايك. وختاما والسلام عليكم.